إزاي رميت جوزي في الزبالة يوم ما بيتنا اتسرق؟ كنا نايمين في البيت والوقت كان حوالي 2 بالليل. جوزي صحي وقال لي سمعتي صوت؟ ما كنتش لسه مركزة، قلت له صوت إيه ده؟ فجأة سمعنا أصوات ناس تقيلة وعنيفة جاية من بره الشباك. بصينا وملحقناش نفهم حاجة غير لما سمعنا إزاز بيتكسر. كده عرفنا إنهم داخلين من شباك الدور الأرضي، وفعلا بدأنا نسمع صوت خطواتهم جوه البيت. ما كنتش عارفة أعمل إيه وكنت مرعوبة. افتكرنا السلاح، جوزي مسك دراعي وهمس لي هاتي المسدس، بس بسرعة زقني وفتح الدرج وطلعه بنفسه. كنا سامعين كل حاجة بتحصل جوه البيت، أصوات تكسير في أوضة المعيشة، تلفزيون بيتكسر وأبواب بتتفتح. جوزي اتحرك والسلاح في إيده. في اللحظة دي قلت خلاص هو ده اللي وعدني بيه، هيحميني. كان موجه إيده لباب أوضة النوم. بعدها سمعنا صوت رجلين طلع السلم وجاية ناحيتنا بالظبط. بصيت في عين جوزي لقيت نظرة رعب ما شفتهاش في حياتي. فجأة جوزي بص على الباب وبص على السلاح وجرى. جرى على حمام الأوضة اللي كان على بعد خطوتين منه. أول ما دخل خبط الباب جامد، وسمعت صوت قفل الباب من جوه، وبعدها صوت حاجة تقيلة بتتجر علشان يسد بيها الباب، تقريبا دولاب الحمام. الخطوات خلاص بقت عند الباب، أتقل وأخطر. أنا فضلت لوحدي في الأوضة من غير أي حاجة أحمي بيها نفسي ومن غير جوزي. قفلت باب الأوضة بالمفتاح بسرعة وإيدي بتترعش. الخبط بدأ على الباب، خبط عنيف لدرجة إن خشب الباب كله كان بيتهز. سمعت حد بيزعق لي بلغة أجنبية مش فاهمة منها حاجة. رحت لأبعد ركن في الأوضة، كنت حاسة إن هيجيلي نوبة هلع. الخبط بقى أشد وبدأت أشوف إطار الباب بيتكسر. مسكت فتاحة جوابات من على التسريحة، عارفة إنها ولا ليها أي لازمة، بس أهو. وسط الدوشة دي سمعت صوت خبط تاني، بس المرة دي على باب الحمام. وسمعت صوت جوزي من جوه بيعيط زي العيال الصغيرة وبيشحط، واللص بيزعق له. الخبط على باب أوضتي وقف لحظة وسمعت اللصوص بيتوشوشوا، وبعدين ضحكوا ضحكة سخرية. كنت متأكدة إنهم بيضحكوا على الجبان اللي ساب مراته وخبى نفسه. الخبط رجع تاني أقوى، لحد ما واحد منهم ضرب الباب برجله والباب اتفتح بعنف والأكرة طارت. دخل راجل ضخم لابس قناع وموجه السلاح في وشي. أنا وقفت مكاني ورفعت إيدي. ساب السلاح موجه ليا وهو بياخد علبة مجوهراتي. دخل 2 تانيين وبدأوا يلموا أي حاجة ليها قيمة. في كل ده جوزي كان محبوس في الحمام، بيصرخ من جوه خدوا اللي انتوا عايزينه وسيبونا في حالنا. بعدها سمعنا صوت سرينة البوليس بتقرب. واحد من اللصوص شتم وبصلي وقال لي جوزك عرة، وبعدها اختفوا بسرعة. الشرطة وصلت وجوزي طلع أخيراً من الحمام ولسه ماسك المسدس في إيده. بدأ يشرح للضباط إنه كان عامل خطة دفاعية ذكية وإنه كان بيحمي السلاح من إنه يتسرق. لما جه ناحيتي يحضني زقيته بقوة. تاني يوم الصبح رفعت قضية طلاق.